احنا نازلين حملة بالاشتراك مع الأمن المركزي للعناصر الهاربة من السجون واللي بيحوزوا أسلحة بيضاء ونارية واللي بيثيروا بعض القلاقل والذعر في المناطق الشعبية زي دايرة اسم الشرابية. الأيام دي احنا بنحاول ناخد حذرنا أكتر، وفي نفس الوقت بنبقى حريصين إن احنا نعدي المأمورية ونحقق النتيجة اللي احنا نازلين عشانها من غير ما نلجأ لاستخدام العنف أو استخدام السلاح. ارفع الاستنداد. بنسبة 50% بيتعاون معانا وفاهم القانون وبيعرف يتعامل معانا، ونسبة تانية بنسبة 50% يعني جاي للقانون وبيتعامل معانا، بس احنا بنحاول نحتويه شوية معانا. في بعض الناس بتتعاون معانا كويس جدا، وفي بعض الناس يعني ما بنوقفها بتعترض على انها تقف في كمين في الشارع. بنشتبه في الشخص نفسه، في الشكل، طريقه اللبس كده. بنقدر احنا بخبرتنا نكتشف هل الشخص ده في مخالفات معاه او في اي حاجه مخالفه للقانون معاه. بيبقى في بعض الارتباك، بيبقى في بيتلفت حواليه يمين وشمال. دي بعض الحاجات اللي احنا بنحسها عن طريق المواطن اللي داخل علينا. انا مش ساكن هنا، بس كل منطقه لما يبقى فيها كمين زي كده يبقى طبعا المنطقه ما يبقاش في حد غريب يخشها، يبقى سيفتي اكتر للمنطقه. مش جايب الحاجه دي منين بقى؟ والله العظيم يا باشا لاقيها هنا. بص لاقيها هنا عن بعدك هنا بالظبط. وانت تلاقي بانجو تمسكه تاخده معاك يعني؟ والله يا باشا انا ما اعرف فيها ايه. والله يا باشا ما اعرف فيها ايه. ده هي بص لاقيها هنا في كان لقيت الورقه ديت بحسبها حقيقة. اهلا بيكم. النهارده دلوقتي احنا ناقشنا فقره الامن ودورنا على الامن المفقود، والنهارده دلوقتي دخلنا على فقره عش الدبابير مع زميلي عبد النبي عبد الستار. النهارده بقى هنقرص مين؟ النهارده مش يوم قرص للاسف الشديد. امال؟ النهارده اعتبرها استغاثه، صرخه، نداء انساني اذا كان لاي مسؤول في مصر، اذا كان البلد فيها مسؤولين دلوقتي، اذا كان الدكتور عصام شرف دلوقتي سمعنا، نتمنى يتابع الفقرة دي بجدية وبإنسانية وبمشاعر. إذا كان حد في المجلس العسكري سمعنا دلوقتي، وأنا عارف إنهم بيتابعوا كل حاجة وإنهم ما بيتأخروش عن أي موقف. الموضوع اللي معانا موضوع إنساني لأبعد الحدود، موضوع مش قرص ولا حاجة، موضوع في غاية الأهمية والحساسية والإنسانية. 19 جثة لشهيد مصري ماتوا في أحداث 28 يناير. لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي للأسف الشديد في الثلاجات 19 بني آدم استشهدوا، ولحد دلوقتي للأسف الشديد إذا كان إكرام الميت دفنه، فاحنا دخلناه مشرحة زينهم، حولنا مشرحة زينهم من ثلاجة إلى مقبرة. الموضوع ده متبنياه مواطنة مصرية شريفة، إنسانة وهبت نفسها للخير. معرفش هنعرف نجيبها على التليفون ولا لأ. الأستاذة دينا كشك، أستاذة دينا كشك متبنية قضية في غاية الصعوبة. للأسف تليفون الأستاذة دينا بنطلبها غير متاح. إذا كان لو سمعنا يا ريت هي تتصل علينا. تمام. على العموم احنا كان الاستاذه دينا معانا من حوالي دقيقتين او اكثر، فبنطلب من المسؤولين ان الموضوع ده يعتبر خطير جدا لو هو حقيقي. هحكي الموضوع باختصار عشان الناس تبقى عارفه الموضوع مش لغز ولا نسمع حاجة. من زميلنا عبد النبي.
الموضوع كما روته لي الأستاذة دينا كشك، إن هي فوجئت بإن وجود 19 جثة لشهيد مصر استشهدوا خلال أحداث يناير، شهداء مصريين من خير الشباب البلد. لقيتهم مشكلتهم مشكلة تأشيرة وكيل النيابة بالتصريح بالدفن في مقبرة جماعية. 19 جثة، يا إما يدفنوا في مقبرة جماعية وإلا لا يدفنوا. يعني افهم من كده ان 19 جثه من يوم 28 يناير 4 شهور أربع و3 أيام شهور أو 4 و3 أيام، واحنا في دوله أنا ما أعرفش، دولة متحنطة، دولة مجمدة. على العموم احنا الموضوع الأستاذة دينا عشان ما جاتش معانا حاولت اتصلت بكل الجهات المصرية، اتصلت بشيخ الأزهر، نصحوها في مشيخة الأزهر باللجوء للجمعيات الخيرية، لعل وعسى تلاقي مقبرة تسع ل 19 جثة. لجأت لمحافظ القاهرة، راحت له 3 مرات، كل مرة مشغول، المحافظ ما بيقابلهاش، هو الوحيد اللي يقدر يفتح مقبرة تسع للعدد ده. يا ريت لو في حد من الساده المسؤولين بيشوف اللي بيقوله زميل عبد النبي، ده شيء خطير جدا، يرد علينا. الموضوع ده خطير جدا. يعني الموضوع ملوش علاقه لا بثوره ولا ده بانسان، ضافر انسان في اي دوله في العالم بيحترم الانسان، وتكريم الانسان الميت دفنه. مش ممكن 4 شهور وجثث مرميه في مشرحة ذهنهم ومش لاقيين مقبره تسع ده. الحمد لله امبارح لينا زميل وصديق خير خالد العدوي بلغني ان في سيده اعمال وجدت بالفعل مقبره تسع ل 20 جثه في مدينه النهضه. واتمنى المشكله تنتهي على خير، واتمنى رئيس الوزراء او مجلس الوزراء او اي حد في البلد بدل ما بنطلع رحلات حج للخليج وبره نشوف جثث المصريين المرميه في مشرحة ذهنهم. نرجع بقى لفقرات الدبور. لا ده احنا لان بيقول لك ايه، ان الواد دبور بقى من كام يوم كان قاعد قدام محطه تلفزيونيه فضائيه، فسمع بقى اعلامي مشهور عنه انه فلاح ابن فلاح، قال الصواريخ القنابل طلعت ارض جو. الواد الدبور بقى هيتجنن، ده المفروض الفلاح ده فصيح وبيفهم كل حاجه، فبيسال بقى هو في حاجه اسمها قنبله ارض جو؟ مش عارفين والله في حاجه اسمها قنبله ارض جو. كان ايام الفراعنه، كان ايام الفراعنه. ده حاجه ثانيه. انا عندي قضيه فساد غريبه جدا برضو، يعني ما تقلش خطوره عن القضيه الثانيه. قضيه في شاب من شباب الثوره اسمه رامي بربش. الاستاذ رامي بربش هو معانا على التليفون على فكره. طب يا ريت يدخل معانا ويحكي هو الموضوع. استاذ رامي سامعنا؟ لا يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. احكي الموضوع. زميل عبد النبي بيقول كنت رايح النيابه النهارده، عملت ايه؟ والله احنا قدمنا بلاغ للنائب العام باهدار المال العام، بس انا كنت عايز احكي القصه الاول قبل ما اخش في النيابه. الموضوع ببساطه شديده ان في قريه اسمها قريه العمار، تم انشاء قريه العمار دي اللي هي في القليوبيه؟ في القليوبيه يا فندم. تم انشاء مستشفى تكامل في عهد الوزير اسماعيل سلام. المستشفى دي تكلفت تقريبا 24 مليون جنيه واتسلمت للوزاره سنه 2003، وللاسف الشديد لليوم للنهارده ما فيش، المستشفى دي ما اتفتحتش تماما. واللي حصل ان المستشفى دي بتخدم اكتر من 130,000 نسمه. واحنا مش قادرين نفهم بالظبط ايه الوضع بالظبط، المستشفى دي هتتفتح امتى، مش هتتفتح. انتوا قدمتوا بلاغ للنائب العام بايه؟ طبعا في اداره المال العام، وفي طبعا حاجات غريبه جدا، ان في تقارير من وزاره الصحه بتقول ان قريه العمار فيها 24,000 نسمه، وقريه العمار فيها اكتر من 80,000 نسمه. فانا مش عارف الارقام اللي بيجيبوها ده بيجيبوها منين وعلى اي اساس. يعني البلاغ بتاعكم للنائب العام ان الاعداد اللي مذكوره غير الاعداد الحقيقيه، ولا عن فساد ولا ايه؟ في فساد يا فندم، في 7 مستشفيات على مستوى القليوبيه، ال7 مستشفيات تم اغلاقهم، تم التكلفه اكثر من 150 مليون جنيه من فلوس الدوله ولم يتم الافتتاح. انا على اي اساس السيد الوزير تم ادى قرار ان هو يقفل المستشفيات دي؟ الوزير اللي تقصده وزير الصحه الحالي ولا الدكتور حاتم الجبلي السابق؟ الدكتور حاتم الجبلي طبعا. وفي ده نحط 50,000 خط تحت الموضوع دوت، لان 150 مليون جنيه اندفعت من البلد عشان تتقفل
مستشفيات، في ناس فقراء كتير جدا، في ناس فقراء يهمهم ان هم يتعالجوا ابسط حقوقهم، ابسط حقوق العلاج للناس الفقراء اللي هي موجوده في البلد ديت اتمنعوا منها. على اي اساس؟ على اي اساس ان هم يتموا النهارده منع الناس الغلابه دولت من حقوقهم البسيطه؟ احنا مش عايزين حاجه، الناس دي عايزه تتعالج. احنا وصلت الرساله. هو الشاب الجميل الاخ رامي الساير قال ان في 150 مليون اهدروا، فهو ما دام الموضوع قدام النائب العام وقدام جهات التحقيق مش هنتكلم يا دبور مش هنتكلم فيه. لكن هو المشكله اللي هو الاستاذ رامي ما قالهاش او الاخ رامي ما قالهاش، ان دلوقتي المستشفى بعد ما اتكلفت 25 مليون جنيه بيسكنها الفيران، وخدوا الاجهزه اللي الناس تبرعت بيها واللي الدوله اشتريتها وزعوها على مستشفيات ثانيه. طبعا دلوقتي العمار بقت خراب، مستشفى العمار بقت خراب. ما دام قدام النائب العام مش هنعرف نتكلم بالظبط. قدام القضاء ما فيش حاجه عندك بقى دبور في خبر غريب بعد ده كله بقى، يمكن يخف حده المأساة اللي احنا فيها دي والشغل الجثث والميتين والمستشفيات اللي سكنها الفيران. ننقل زوجة آخر زوجة لراجل أعمال موجود دلوقتي في السجن، حبل المشنقة كان بيحوم حوالين رقبته وفي محاولة للفرار منه. آخر زوجة تزوجها قبل دخول السجن ب3 أيام، مسميها أدم النحس. الأسبوع ده وتحديدا يوم الأربعاء اللي فات رفعت قضية خلع، قالت حوريه إذا كان هو النحس ولا أنا النحس، ده أنا هتجوز أمير قطري قريب. لا ده اسمع دي بقى، رئيس حزب سابق وناشط سياسي كان في لقاء على الهوا قال استنوا مفاجأة بكرة. مفاجأة ايه يا عم؟ الناس كلها قعدت مستنية تسمع مفاجأة. كان متهيأله ان هيرجع يدخل حزب تاني، طار منه الحزب التاني وطار منه زي ما قبل كده جورنان، وطارت منه مراته، بتطير منه كل حاجة. الراجل ده بصراحة انا زعلان قوي عليه. عرفت يا دبور؟ من غير ما تقول. لا مش هقول طبعا. طيب انا عشان عارفه. الدكتور احمد زويل العالم المصري اللي كلنا بنفتخر بيه، الاسبوع اللي فات تم الموافقه على مشروع مدينه زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمجلس العسكري وافق بصفه نهائيه، ومجلس الوزراء اجتمع بالدكتور زويل، وبدا الناس تستبشر خير ان خلال 10 سنين جايين. المشروع ده مؤجل ومحنط ايام النظام السابق، فمجرد ما هيبتدي المشروع هنصدر تكنولوجيا للخارج. لكن للاسف الشديد عالم مصري اخر كان موجود بالصدفه في القاهره، بيجي كده كل 5-6 شهور اسبوع، شن حمله اعلاميه على الدكتور زويل وصلت الى حد اتهامه بان ابحاثه خاطئه، وان هو قادر على تفنيد كل اللي بيقوله، وان كله حبر على ورق، وانه مش هتخرج المدينه للنور. على العموم احنا النهارده كان عندنا حاجات مزعجه، وبصراحه من ساعه ما سمعت خبر الناس الشهداء اللي مدفونين ومش مدفونين ومحدش كدبنا، دي مصيبه يعني، ان محدش مهتم. ده انا عندي امل ان قبل نهايه الحلقه يجي لنا حد يقول انا مسؤول في مصر. هي البلد دي بقاش لها صاحب؟ لا اكيد لها اصحاب، المصريين. على العموم احنا كمصريين يا دبور من عش الدبابير ومن برنامج القاهره مباشر بنتبنى حمله الكرامه المصريه، حمله لن نستدين. هنشوف السلوجان الخاص بالحمله، واللي عايز يدخل معانا ويشاركنا، اللي عايز يدخل على الموقع بتاعنا، اللي عايز يشارك في الحمله يرعاها